ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا النهارده بينا بقى هنحضر ألذ واسهل بيتزا ممكن تجربوها في البيت. حرفيا دي انجح طريقه بيتزا ممكن تجربوها في البيت وهتعجبكم جدا جدا. النهارده هنعمل البيتزا بصوص الرانش. كمان صوص الرانش هنعمله النهارده بطريقه سهله وبسيطه ومختصره، وطعمه يا جماعه خطير. بجد لو جربتوا الطريقه دي هتبقى شبيهه جدا جدا لأكبر المحلات اللي بناكل منها البيتزا، وبتبقى بأسعار خزعبلية. النهاردة هنعملها في البيت. صدقوني محدش أبدا يعني هيشك كده ان هي مشتريينها ولا معمولة في البيت. محدش هيشك ابدا ان هي مش مشترية من بره. طعمها خطير، العجينة ولا غلطة، صوص الرانش ولا غلطة. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة، وما تنسوش تعملوا لايك. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه عندي بول عجان، هحط كميه الدقيق بتاعي. حطيت حليب بودر، وحطيت كمان سكر، خميره، ونكون متاكدين جدا ان هي كويسه 100%. رشه ملح، وعندي زيت نباتي او زيت زيتون زي اللي متوفر في البيت. عندي بيضه بدرجه حراره المطبخ. وهبدا ميكس بقى كل المكونات اللي عندي دي لمده من 10 ل 12 دقيقه، لغاية ما تبدأ تتجمع عندي تكون عجينة طرية. انا زودت مية دافية زي ما انتوا شايفين كده من على الجنب، لغاية ما تبدأ تتلم معايا عجينة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. يعني هنزود المية شوية بشوية لغاية ما تتكور عندي عجينة ما تكونش بتلزق في البول بتاع العجان، وتكون ملمسها ناعم وطري زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. هنغطيها بقى ببلاستيك ريب وهنسيبها تخمر لمدة ساعة. تعالوا بقى هنحضر صوص الرانش الخطير بقى. عندي مايونيز وزبادي. عندي بصل بودر، فلفل اسمر، وبقدونس وشبت. هضربهم مع بعض كويس قوي كده في الخلاط. وكده بقى عندنا ألذ واخطر صوص رانش ممكن تجربوه. سيبه بقى في التلاجة شوية كل المكونات تتركز اكتر ويتقل اكتر، وبيطلع يا جماعة خطير. القوام بتاعه رهيب كمان لما بيقعد في التلاجة. المكونات بتثبت اكتر والخليط بيبدأ يتقل. تعالوا بقى نحضر الفراخ بتاعتنا. عندي صدور فراخ متقطعه مكعبات صغيره، بهرتها وحطيت كده عليها كمان شويه من الزعتر، وقلبتها كويس قوي. حطيت كمان معلقتين من الزيت، وطاسه سخنه بقى، وهبدا انزل الفراخ بتاعتي وهسيبها تتشوح كده لغايه ما تاخد لون حلو وتبدا تخش في مرحله السوا. بعد كده خلاص هنرفعها من على النار. تعالوا بقى خلصنا كده احنا الصوص بتاعنا والحشوه بتاعتنا. العجينه كمان كانت خمرت وما شاء الله وارتفعت. حطيناها في مكان دافي قعد ما بين ساعه الا ربع لساعه. فرخها بقى من التخمير، ونبدأ بقى ننزلها كده على رشة دقيق على الكونتر، وكمان تبدأوا تقسموها. انا عملتها ل3 بيتزاهات حجم وسط. ممكن تعملوها على 2 كبار زي ما انتوا عايزين، او ممكن تعملوها على 4 صغيرين. هبدأ بقى افرد بقى العجينة بتاعتي فردة حلوة كده. سمكها يكون خفيف ما يكونش تقيل، يعني سمكها اقل من 1 سنتي. وهجيب بقى صينيه الخبز بتاعتي هدهنها دهنه زيت بسيطه كده، وهبدا بقى افرد العجينه بتاعتي، وبعد كده افردها كويس قوي ونبدا نخرمها كده علشان ما تنفخش معانا ويبقى حجمها حلو قوي واحنا بنخبزها. بعد كده بصوا بقى صوص الرانش عندي تقيل ازاي بعد ما قعدته شويه في التلاجة. خطير يا جماعه بجد، جربوا الطريقه دي لصوص الرانش. سهل وبسيط وبيدينا نتيجه هايله، بجد هايله. تعالوا بقى نعمل الحشوه اللي اساسها بقى صوص الرانش. عندي بقى كميه من صوص الرانش هحط عليهم جبنه كريمي، وهبدا اقلبهم مع بعض كويس قوي لغايه ما يتجانسوا كده ويبقى خليط كده تقيل كده. خلاص الحشو بتاعي بدأ جاهز، صوص رانش وجبنة كريمي، مفيش اسهل من كده. هبدأ انزل بقى الصوص بتاعنا الخطير بقى على البيتزا. واثناء ما احنا بقى بنحط الحشو بنكون بنسخن الفرن على درجة حرارة 180، وهنبدأ بقى نكمل الحشوات بتاعتنا الخطيرة. دهنا بقى كل البيتزا بالصوص اللي احنا لسه محضرينه.
هنبدأ بقى الفراخ بتاعتنا اتشوحت وخدت لون خطير، ريحة الزعتر فيها رهيبة يا جماعة. هنبدأ بقى ننزلها كده على البيتزا بتاعتنا، ونبدأ بقى اي حشوات بقى انتوا ممكن تضيفوها من فوق زي ما انتوا عايزينها زي ما بنجيبها من بره الحشوات معروفة، عايزين تحطوا بقى انتوا اضافات زي ما انتوا عايزين. انا حطيت شرايح بصل رفيعة جدا، ذرة صفرة، شرايح فلفل احمر بسيط. انا ما كترتش في الحشو الخضار قوي، بس حطيت الخضار اللي انا بحبه، بصل فلفل احمر وذرة. طبعا تقدروا تغيروا في الحشو زي ما انتوا عايزين. وحطيت من على الوش بقى شوية جبنة موتزاريلا كده، وهندخلهم بقى الفرن. خدت معايا بالظبط من 12 ل 13 دقيقة. اول ما خدت وش من تحت وبدأت كده الجبنة تسيح من فوق، بنطلعها على طول. بصوا بقى الاطراف كده مقرمشة واخدة لون حلو قوي، مستوية من تحت بطريقة كده مظبوطة، الجبنة سايحة كده ومش ناشفة، خطيرة بجد يا جماعة. الوصفة دي هتبقى ادمان عندكم لو جربتوها. لو فعلا نفسكم تاكلوا بيتزا من بره والاسعار بقت غريبة جدا، جربوا الطريقة دي في البيت، صدقوني 90% شبه اكبر المحلات اللي بناكلها من بره. صدقوني ما فيهاش غلطة، العجينة طرية وهشة بطريقة مش طبيعية. صوص الرانش اللي احنا عاملينه كمان خطير، يعني بيتزا ترضينا جدا جدا جدا. حطينا بقى كده كمان عليها صوص باربيكيو من على الوش، او اي صوصات بقى انتوا عايزين تضيفوها يا جماعه. بجد رهيبه، العجينه طريه جدا، الحشوه باينه قوي، طعم صوص الرانش باين جدا مش مختفيه، طعم الخضار فيها من فوق خطير، طعم تتبيله الفراخ كمان بسيطه كده وخطيره، طريه بقى بطريقه مش طبيعيه. انا واثقه لو جربتوا الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو الوصفه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للوصفه، واشوفكم بخير في حلقه جديده ان شاء الله.